السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم سيد هاشم من قناة سيد هاشم وصفات على قد ليه. طبعا بناء على رغبة أحد المتابعين على القناة كان عايز برضو يعمل كبدة اسكندراني، فأنا بإذن الله تعالى هعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم إن شاء الله، وبمواصفات سهلة برضو، وطريقة زي بتاع المحلات وأحسن إن شاء الله تعالى. اول حاجه طبعا المكونات معانا فلفل اخضر، ومعانا التوابل كزبره وكمون وفلفل وملح. طبعا في ممكن لو حد بيحب الشطه ممكن يحط فلفل حامي، بس طبعا مش بنحب الشطه. وبرده التوابل ممكن نحط معاها شطه. والحاجات دي طبعا هنضربها في الاول يا اما في الكبه يا اما في بالهول يا اما تحط في كيس وتضرب برده. طبعا كل واحد حسب امكانياته اللي يقدر يعملها، بس اهم حاجه ما تجيبش ميه. هعملها دلوقتي في الهون وهوريكم هنعمل ايه بعد كده. رجعنا لكم تاني، وطبعا بعد ما دقينا المكونات اللي هي الفلفل الاخضر والثوم ومعاه البهارات اللي هي الكزبره والكمون والفلفل الاسود والملح، هنحط نص الكميه على الكبده زي ما احنا شايفين ونقلبها كويس. طبعا الكبده محدش يغسلها خالص بالميه، عشان لو اتغسلت بالميه راح تبقى ريحتها طعمها وريحتها زفرة جدا. هي اصلا الكبده عباره عن دم. نحط عليها المكونات دي، المفروض تقعد مثلا في التتبيله دي شويه، مثلا نص ساعه ساعه على حسب، كل ما تقعد في التتبيله كل احسن. بس احنا طبعا عشان مفيش وقت احنا هنعملها على طول. بعد كده هناخد النص الكميه التانيه، طبعا هنحط طاسه او صينيه او اي حاجه فيها زيت، وهننزل بنص الكميه التانيه. نقلب فيها. عايز اقول لكم صلوا على رسول الله، لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا احنا هنقلب لحد ما الثوم او التتبيله تحمر شويه معانا. صلوا على رسول الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك، واي حاجه انتوا عايزينها قولوا لي وانا اعملها لكم على طول ان شاء الله. عايز اقول لكم الريحه حلوه جدا جدا جدا. طبعا احنا المفروض ننزل بمعلقه خل. طبعا الحاجات دي بتدي طعم جدا حلو جدا مع التتبيله. معلقه خل، واقول لكم هنعمل ايه بعد كده. معلقه الخل، ننزل معلقه خل، ما شاء الله ريحه جميله جدا. هننزل بعد كده بالكبده بتاعتنا. طبعا الكبده بتاعتنا دي عشان تبقى اسكندراني لازم تعمل كبده عصافيري يعني رفيعه جدا، او كبده شعريه زي ما بتتباع بره عند الناس. طبعا النار لازم تبقى عاليه. زي ما احنا شايفين، وهنقلب فيها بالراحه عشان احنا مش عايزينها تنزل ميه ابدا. نقلب فيها مش هاخد اي مكونات تانية، هي بس كده اللي انا قلت لكم عنها. نقلب فيها بالراحه. هي تاخد على النار حوالي 10 دقايق 10 دقايق ربع ساعه، يعني ان شاء الله مش هتاخد اكتر من كده، ممكن اقلب كمان من كده كتير. هنوقف مع حضراتكم دلوقتي الفيديو عشان الفيديو ما يطولش، واول ما تستوي ان شاء الله هوريكم. مش انا هفضل اقلب فيها بس لحد ما تستوي. ورجعنا لكم مره تانية، وقبل ما تستوي بحاجه بسيطه هننزل بفلفل طرنشات زي ما احنا شايفين. طبعا هو ده فلفل عادي، بس طبعا الفلفل دي حمراء عاديه مش فلفل الوان. اللي عايز يحط فلفل الوان براحته. طبعا برضه هنفضل نقلب فيها لحد ما تستوي. خلاص قربت تستوي، وما شاء الله ريحه جنان جدا جدا جدا. ما شاء الله ما شاء الله. ما تنسوش
تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتدعموني بلايك، واي حد وتدعموني بكومنت رايكم عن اللي انا بعمله ده اذا كان كويس ولا لا. ويا ريت تقولوا لي في التعليقات انتوا من اي بلد، عشان برضو اللي هيقول لي اي حاجه نعملها له من اي بلد مفيش مشكله خالص ان شاء الله، مفيش مشكله خالص. انا دي هوايه عندي، يعني انا مش لا شيف ولا اي حاجه، بس دي هوايه عندي، والحمد لله انا بعمل كل حاجه، الحمد لله رب العالمين. صلوا على رسول الله. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رجعنا لكم تاني، وزي ما احنا شايفين هي كده استوت. هنغرفها في الطبق واوريكم بعد كده هنعمل ايه. وصلوا على رسول الله، ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا لي في التعليقات الحاجه بتعجبكم ولا لا، ولو اي حد عايز اي حاجه يقول لي عليها. ورجعنا لكم تاني بعد ما غرفنا الكبده، وده الشكل النهائي بتاعها. وان شاء الله والله ريحتها جميله جدا جدا وطعمها تحفه ان شاء الله، مش هتلاقوها في اي مكان تاني ان شاء الله تاني باذن الله تعالى. يعني جربوها والله ما هتندموا باذن الله، فعلا طعمها حلو جدا 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 جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناه ودعموا والاشتراك في القناه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك، وطبعا اكتبوا لي في التعليقات انتوا عايزين تعملوا ايه، واكتبوا لي رايكم في الحاجه حلوه ولا وحشه، ولو اي حاجه عايزين نعدلها باذن الله تعالى. وانا معاكم ان شاء الله في اي حاجه، اي حد عايز اي اكل اي حاجه انا اعملها معاه باذن الله تعالى. ما تنسوش تدعموني، ما تنسوش تدعموني عشان استمر في تقديم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.